Can't keep my hands to myself. Hands to myself. Can't keep my hands to myself. Hands to myself. The doctors say you're no good. السلام عليكم، كيفكم؟ معكم اسامه. فيديو اليوم رح اعلمكم كيف تعملوا هذا الكيك على شكل خروف العيد. اعلمكم كيف يعني تعملوا هذا الشكل اللي فوق على شكل الخروف، وكمان كيف تحشوه. بس تعلموا كيف تعملوه خليكم عم تتابعوا الفيديو. فاول شيء انا هون عندي هو هذا الكيك بالشوكولا، يعني فيكم تستخدموا الوصفه اللي انتم بدكم اياها، كمان يعني فيكم تجيبوه مثلا من السوبر ماركت جاهز، اي وصفه انتم بدكم اياها. طبعا اكيد الحجم اللي بدكم اياه كبير وسط او صغير. انا هون عندي يعني كان حجمه يعني شوي صغير. فبعدين رح اخذ هاي الشغله مثل السكينه ورح احدد على الحواف تبعت الكيك بالنص. بعد شوي رح نقسمه، فبحدد بهذا الشكل وعم بدور الكيك مشان يعني اعرف مكان اللي انا بدي اقطع منه، ويعني اقسم الكيك بالنص مشان بعد شوي رح نحشيه. فاللي عم بعمله هون انيتي مثل ما تكون اخذ هالسكينه وهيك عم بدورها. وبعدين هلا اللي رح اعمله هو انيتي رح اخذ خيط، هذا اي خيط عادي عندكم اياه، ورح تمرروه بهذا الشكل بمكان اللي حددتوه. فمثل ما انتم شايفين تموا تمرر. فهلا رح نفصل الكيك معكم، رح تشيلوا القطعه اللي فوق مثل ما انتم شايفين، رح نقطع بطريقه كثير حلوه ويعني يكون ساوي. هلا رح نسقي الكيك. اللي رح نعمله هو طبعا الكيك اللي من تحت، لانه اللي فوق ما رح سقيه، بس اللي من تحت. فاللي رح اعمله هون انيتي اخذ كاسه فيها شويه 7 اب، وبالمعلقه عم بحط فوق الكيك مثل ما انتم شايفين، لحتى يعني الكيك ما يكون ناشف، يكون يعني مثل طري شوي. وبعدين باخذ كريمه الخفق او اللي هي ويبنج كريم بالانجلش، حتى فيكم تستخدموا هذا الشيء اللي بينجاب بالسوبر ماركت اللي اسمه دريم ويب على ما اظن، او ويب كريم ما معي. المهم رح تجيبوه ورح تحطوا منه، يعني رح تعملوه هو تخفقوه مع بعضهم. هو يعني بس اصلا انتم تحطوا البودره مع الحليب وتخفقوهم مع بعضهم لحتى يصير عندكم هاي الكريمه وتنفش يعني معكم. وبعدين رح تحطوها بالنص بهذا الشكل ورح تمددوها مثل ما انتم شايفين. انا حطيت يعني تقريبا طبقه سميك، حبيت يعني يكون الكيك يعني ملان بالكريمه وما يكون ناشف. وبعدين عم باخذ هدول كرات الكرانش اللي هيك اسمه ما بعرف، بتلاقوهم بمحلات الكيكات وهالشغلات، محل ما بيبيعوا كيك جاهز وبيبيعوا كريمات وهالشغلات. فاخذوا اختياريه، فيكم تحطوها او فيكم ما تحطوها. المهم انا عم برشها فوقه مشان يعني يعطي قرمشه بالكيك. وبعدين عم بحط قطعه الكيك الثانيه اللي هي اخذناها من قبل وعفناها على جنب، عم بحطها فوقها وعم بكبسها بهذا الشكل. وبس هلا رح تحطوها بالبراد شوي لحتى يعني الكريمه تمسك وهيك. وبعدين رح تطلعوها وكمان تحطوا كريمه خفق من فوق، ويعني تبدوا انكم تغلفوها للكيك من كل الجوانب، تبدوا عليها يعني كريمه الخفق لحتى يعني تغلفوها وما تحسوا تشوفوا الكيك الاسود اللي بالشوكولا. وكمان حاولوا انكم تعبوا هدول الفراغات بين الطبقتين الكيك مشان يعني ما يكون في فراغ بيناتهم. حاولوا انكم تحطوا كريمه ويعني تلفوا وتمام تمددوها يعني. وبس هلا رح تاخذوا المارشميلو. انا هون عندي لون ابيض وعم بحطه بهذا الشكل المارشميلو على الحواف. عم بحط كمان من فوق الجزء يعني النص اللي فوق خط ثاني من المارشميلو. فيكم تشوفوا انتم بالفيديو صعب الشرح. وعم بحط ادنتين باللون الزهري من المارشميلو حتى يصير معكم هذا الخروف مثل ما انتم شايفين شكله كثير حلو وظريف. هلا رح تحطوه بالبراد شوي لبين ما تاخذوا شوكولا كادبوري او اي نوع شوكولا اللي هو بيسيح وبيرجع بيجمد بعدين. وراح احطها بحله وفيها مي ساخنه على النار، وعم بحطها مثل ما قلت لكم جواتها لحتى تسيح، عشان هاي رح نرسم فيها ملامح الخروف. فبعد ما تشيلوها لازم تكون سايحه يعني تماما. وهلا رح تقصوا جزء صغير يعني من الزاويه تبعت كيس الشوكولا او علبه الشوكولا، وبهذا الشكل رح ترسموا ملامح الخروف. اذا ما بتعرفوا يعني ترسموه من اول مره، فيكم تتدربوا على ورقه زبده تعملوا عليها وترسموا، تحاولوا يعني تتعلموا كيف ترسموا. فيكم حتى يعني اذا كان هذا الشوكولا نوعه بينشف انكم تحطوه على ورقه زبده وترسموه، بعدين تدخلوه الفريزر وبعدين تشيلوه وتحطوه على الكيك. هاي الطريقه كمان ممكن تنفع اذا يعني ما بتعرفوا ترسموا فورا على الكيك، بس انا صراحه ما نجحت معي لانه الشوكولا ساحت علي ما بعرف ليش. حاولوا انكم تجيبوا الشوكولا اللي هي بتجمد. المهم بعد ما ترسموا ملامحه للخروف هيك بتكونوا خلصتوا. وبس هذا كان فيديو اليوم. عجبكم تعملوا لايك سبسكرايب اشتراك بالقناه لو انكم مشتركين لحتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي وما عليكم الفيديوهات القادمه. وكمان لازم تتابعوني على موقع التواصل الاجتماعي هدول هنن، وعلى سناب شات تبعي مشان يعني يوصلكم صور واخبار عن فيديوهاتي ايمتى رح ينزلوا هيك. ورغم متابعين اعمل فيديوهاتي لا تشاركوا معي صوركم على موقع التواصل الاجتماعي، وهدول بعض الصور اللي انتم بعتوا لي اياهم. وبس بتمنى لكم عيد سعيد ويوم سعيد ومع السلامه.